السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. معكم محمد وفيديو جديد بإذن الله تعالى من سلسلة فيديوهات قادمة خاصة بكرة القدم بإذن الله راح تشوفوها. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة فأتمنى منكم الاشتراك، القناة قطعنا عنها فترة طويلة فبدنا نحركها، لو سمحتوا لايك شير أي شيء، تعليق إيجابي أو سلبي حتى حابب تنتقد فيه أو تعطيني فكرة، أنا بكون متشكر لك جدا. أهم شيء تساعدوني بس إنه نرفع القناة شوي ونرجعها للواجهة شوي. بحلقة اليوم راح نحكي عن الحلقة الأخيرة بمسلسل كيليان امبابي. يلا تعالوا. كيليان امبابي وريال مدريد قصة بدأت فعليا من عام 2017 وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. القصة ما في داعي أشرح لكم كم مرت بتعقيدات ومشاكل وطمع من كيليان امبابي وتناقص شوي من ريال مدريد وخباثة بيريز، طبعا خباثة كروية، مرت بمنعطفات ومرت بالدراما كبيرة جدا. ولكن اليوم نحن وصلنا فعلا للحلقة الأخيرة من المسلسل اللي امتد لمئات الحلقات. مسلسل الجزء الأول فيه كان ب 2017 والجزء الأخير راح يكون ب 2023، ما راح نوصل 2024 حتى. يلي بصير يا جماعة مع كيليان امبابي حاليا كالآتي. كيليان امبابي مثل ما بنعرف رفض التجديد مع باريس سان جيرمان 31 الشهر يلي فات، كان آخر يوم لفرصة التجديد لعام 2025، ولكن كيليان امبابي ما فعل هذا العقد. فهي قدام باريس سان جيرمان مع امبابي حلين وليس قدام امبابي حلين: اما يعرض امبابي بالسوق وهو الشيء اللي عمله حاليا، او يخلي امبابي وما يبيعه او يعقد عملية بيعه ويطلع كيليان امبابي بعام 2024 مجانا للنادي اللي بده اياه. وطبعا الخليفي حكى بذاته افضل لاعب بالعالم مستحيل يخرج مجانا من باريس سان جيرمان. يا جماعه باريس سان جيرمان عرض كيليان مبابي للبيع ولكن بسعر 250 مليون يورو، وباريس سان جيرمان حاليا بتعامل مع الموضوع ولا كانه كيليان مبابي موجود بالفريق. باريس سان جيرمان يا جماعه تعاقد مع ديمبلي، خلص الامور تقريبا شبه تمت. واليوم في اخبار موثوقه من اكبر الصحفيين حكى عن الموضوع فابريزو رومانو انه باريس سان جيرمان بيتحرك خطوه كبيره جدا نحو المهاجم البرتغالي مهاجم نادي بنفيكا غونزالو راموس. هذا الشيء وتحرك باريس سان جيرمان نحو صفقه المهاجم راموس بيأكد لنا انه فعليا كيليان مبابي صار خارج حسابات باريس سان جيرمان للموسم القادم. ولكن السؤال، هل في نادي راح يدفع 250 مليون يورو بكيليان مبابي؟ ونحن كلنا بنعرف انه كيليان مبابي رغبته الانتقال لنادي ريال مدريد. هل بيريز الشامخ راح يدفع 250 مليون يورو بكيليان مبابي؟ الجواب هو لا. مستحيل تسمعوا ريال مدريد بيشتري امبابي بسعر فوق ال 125 مليون يورو. حتى لو حصلت ب 150 مليون يورو فراح تكون معجزة. باريس سان جيرمان حاليا لسه معه شوية وقت، عم يعرض مبابي ب 250 مليون. ما في أي أندية لحد الآن تحركت تجاه كيليان مبابي، حتى ريال مدريد نفسه ما عم نشوف أي تصريحات من النادي ولا أي تصريحات من بيريز ولا أي أخبار إنه بيريز عم يتكلم بموضوع كيليان مبابي. ولكن ريال مدريد بدهم كيليان مبابي. ونحن شفنا خاصة بمباراة الكلاسيكو كمية الحاجة لريال مدريد لمهاجم، وخاصة مهاجم سوبر من نوعية كيليان مبابي. فخلص اجباري ريال مدريد يجيب كيليان مبابي، ولكن يجيبون 250 مليون يورو فهذا شيء مستحيل. توقع الشخصي ورؤيه مستقبليه بسيطه راح احكي لكم اياها لموضوع كيليان مبابي اللي راح يصير بالايام القادمه القريبه جدا، وهو عباره عن باريس سان جيرمان راح يضطر ينزل بسعر كيليان مبابي كثير، الا لو كيليان مبابي حصلت معجزه اجى نادي مثل تشيلسي. طبعا اخبار نادي ليفربول يستحيل ليفربول يتقدم بعرض كيليان مبابي. المرشحين هم تشيلسي، كان مانشستر يونايتد مرشح انه يقدم هاي الخطوه، ولكن بعد ما تعاقد مع هوجولوند انسى انه مانشستر يونايتد يقرب على كيليان امبابي. فحاليا النادي وحيد بشكل خطوره على ريال مدريد لو لعب طبعا بعقل كيليان امبابي، وكيليان امبابي رغب بالانتقال له وهو نادي تشيلسي. غير هيك يا جماعه بالنهايه باريس سان جيرمان راح يضطر لخفض مطالبه بكيليان امبابي لسعر اقل شيء يا جماعه 170 مليون يورو لحتى ريال مدريد يقبل يتفاوض معهم وينتقل اللاعب لريال مدريد. لانه صارت القصه واضحه، ريال مدريد ما له غير كيليان مبابي وكيليان مبابي ما له غير ريال مدريد.
وهي الحلقة الأخيرة وما عاد في دراما بهالموضوع اللي هلكنا. أنا كمدريدي من 2017 لليوم موضوع كيليان امبابي صدعنا ووجعنا وضيع علينا كثير للأمانة. وشكرا لكم، هم وصلنا لنهاية الفيديو. حبينا نوضح الكم نقطة هذول يا جماعة. بتمنى منكم الدعم، لايك، شير، أي شيء، تعليق اللي أنت بتحبه صديقي. شكرا لكم، والفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى راح تكون أفضل. والسلام عليكم.